قرية طعومة قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في جبل الكرد أو جبل الأكراد. عدد سكانها أقل من 2000 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. يعمل الأهالي بالزراعة وتربية المواشي. من عشائر الجبل موشان، عوجان، شيخان وكيخية. موشان أي أنه من مدينة موشي الكردية الكردستانية، وكيخية أي تعني باللغة الكردية إله أو رب الشمس. كي هو الشخص والمكانة، الآن نقول عن الشخص والمكانة العالية أو الشأن الرفيع كي، وخي متأتي من خو أي الشمس. جبل الكرد قسم اللاذقية تعرضت قراه للقصف الوحشي من قبل نظام الأسد. تدمرت الكثير من القرى الكردية هناك. أهلنا في تلك القرى تهجروا وهم بحاجة إلى مساعدة وإعادة إعمار القرى. لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمد يد العون والمساعدة لأهلنا هناك في أقرب فرصة. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامٍ منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في جبل الكرد أو الأكراد لغتهم الكردية، أن يعلموها لأولادهم، أن يسموا أولادهم بأسامٍ كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله كباقي اللغات، علينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية طعومة.